بيبدأ الفيلم ببنت اسمها أزمير، وبنعرف إن هي وحيدة وما عندهاش أي أصحاب، وبيكون تليفونها هو صديقها الوحيد ومش بتسيبه أبدا من إيديها، لدرجة إن هي بتستعمله حتى وهي في المدرسة. وفي يوم المدرسة بتشوفها بتستعمل موبايلها وقت الحصة فبتسحبه منها، وبتروح أزمير تشتكي لوالدها الضابط واللي اسمه خليل، وبتقوله إن هي مكروهة في المدرسة ومش عارفة تكون أي صداقات لأن كل زمايلها بيكرهوها، وعلشان كده هي بتحاول تعمل أصحاب من السوشيال ميديا. فابوها بيقول لها ان اهم حاجه ان اسرتها بتحبها وشايفينها اجمل واذكى بنت في الدنيا، وبيقول لها ان الناس اللي حواليها مش مقدرين جمالها. ولما بترجع ازمير للبيت بتفتح موقع تعارف وبتلاقي رساله من الشخص اللي هي بتتواصل معاه بقالها شهور، وبيقول لها في الرساله ان هو مش فاضي. فبتتضايق ازمير جدا لان هي كانت مستنيه يتكلم معاها، وبعدها على طول بيوصل لها رساله تانية من شخص اسمه عمر، وبيفضلوا يتكلموا سوا وبيلاقوا بينهم حاجات مشتركة كتير زي ان هم حاسين بالوحدة طول الوقت. وتاني يوم في المدرسة بتتفاجئ ازمير ان عمر بعت لها بوكيه ورد مع انه هو عايش بره تركيا. ولما بترجع ازمير للبيت بتتواصل مع عمر وبتسأله هو ليه بعت لها بوكيه الورد، فبيقول لها لانه كان حاسس ان هي حزينة وهي بتتكلم معاه، وكان عارف ان بوكيه الورد ده هيبسطها. وبيبداوا هما الاتنين يتعرفوا على بعض، وبتعرف ازمير ان عمر عايش في قرية صغيرة في فرنسا، فبتطلب منه ازمير يصور نفسه ويصور المكان اللي هو عايش فيه علشان تتأكد انه مش بيكذب عليها. وبالفعل عمر بينفذ لها طلبها لكنه ما بيظهرش وشه في الصورة. وبتعدي الايام وبنشوفهم ان هما بيتواصلوا سوا كل يوم باستمرار، وبالرغم ان ازمير عمرها ما شافته والمسافة بينهم بعيدة لكنها وقعت في حبه لانه قال لها كلام عمر ما حد قاله لها قبل كده، واداها الحب والاهتمام اللي هي بتحلم بيه طول عمرها. وبعد 7 شهور بيكلموا بعض على التليفون لأول مرة، وبيكونوا مبسوطين جدا ان هما سامعين صوت بعض. وفي يوم عمر بيطلب منها ان هي تكلمه فيديو كول لان هو عايز يشوف شكلها. فازمير بتتوتر جدا، وده لان هي شايفه نفسها وحشه، وده بسبب النمش اللي في وشها، وكمان مش بتحب شكل شعرها. فبتروح بسرعه تحط مكياج وبتسرح شعرها، وبتكلمه فيديو كول وهي مغطيه وشها بشعرها. فعمر بيفضل يضحك عليها لان هي مكسوفه منه، وبيطلب منها تشيل شعرها من على وشها. ولما عمر بيشوف وشها بيقول لها ان هي اجمل بنت شافها في حياته، وما كانش متوقع ان هي تبقى بالجمال ده. وفي اللحظة دي بتدخل عليه واحدة ست وبتناديه باسم إيجا، فبسرعة عمر بينهي المكالمة مع أزمير، فبتستغرب جدا أزمير من تصرفه. وتاني يوم بتفضل أزمير تفكر في عمر، وبتكون حاسة إن هو بيكذب عليها في موضوع اسمه، وبتكون خايفة إن هو يكون بيخدعها أو بيتسلى بيها، وده بالرغم من إن هي كانت صريحة معاه في كل حاجة عن حياتها. وبعدها بيجيلها رسالة من شاب اسمه كوراي، وبيقول لها إن هو بيستخدم نفس الموقع اللي هي بتستخدمه من 3 سنين ومتابعها من فترة كبيرة، وحابب ان هي تنضم لشلته. وبالليل بيحلم عمر بكابوس مرعب، فبيصحى مفزوع من النوم، وبيتصل بسرعه على ازمير لكنها بتقوله ان هي ما بقتش عايزه تتكلم معاه لان هي شايفاه انه بيكذب عليها في حاجات كتير. فعمر بيقول لها ان حياته صعبه جدا وفي اسرار كتير في حياته صعب ان اي حد يستوعبها، لكنه بيأكد لها ان هو مش بيخدعها ولا بيتسلى بيها لانه كان وحيد جدا قبل ما يتعرف عليها، وكان دايما حاسس ان في ثقب في قلبه وهي الانسانه الوحيده اللي عالجت الثقب ده. فازمير بتفرح جدا بكلامه، وبعدها بتنضم ازمير لمجموعه كوراي واصحابه، وبيكون معروف عن كوراي ان هو مهووس بالكواكب والمجرات. وتاني بنت بتكون موجوده في المجموعه دي اسمها ميرفا، واخر عضو في المجموعه بيكون اسمه دورك. وكمان عمر بينضم لمجموعتهم وبيتصاحب عليهم. وبالرغم من ان ازمير مبسوطه جدا بعلاقتها مع عمر لكنها في نفس الوقت بتكون خايفه لان المسافات اللي بينهم كبيره وممكن يخسروا بعض لان فكره ارتباطهم ببعض شبه مستحيله. وفي يوم بتتصل ازمير على عمر وبتسأله لو الجو بيمطر عنده زي ما بيمطر عندها، فبيقول لها ان هو فعلا بيمطر. فبتطلب منه ازمير يمد ايده من الشباك ويلمس قطرات المطر ويتخيل ان هما ماسكين ايدين بعض، وبالفعل عمر بينفذ كلامها وبيفضل يتخيل ان هو ماسك ايديها. وفجأة ازمير بتحس بالزعل وبتقوله ان هي خايفة تتعلق بيه اكتر من كده، وشايفة انه من الافضل ان هما يبعدوا عن بعض. فبيقول لها عمر ان كلامها ده جه متأخر لان هو وقع في حبها بالفعل ومش هيسمح لها ابدا ان هي تبعد عنه. فازمير بتقوله ان هما بالشكل ده يعانوا في علاقتهم بسبب بعدهم عن بعض لدرجة حتى ان هي مش قادرة تلمسه ولا تحضنه. فبيطلب منها عمر ان يكون عندها امل لانه متأكد ان هما هيتقابلوا في يوم من الايام. فبتقوله ازمير انه معاه حق. وفي اليوم اللي بعده بتكون ازمير بتتكلم مع عمر كعادتها
عيلتها، لحد ما اصحاب ابوها بيوصلوا عندها وبيصدموها ان ابوها ووالدتها ماتوا في حادثة. فبتتصاب ازمير بانهيار عصبي وبتفضل تصرخ وتعيط، وبيكون عمر لسه على الخط وسامع كل اللي حصل ومش عارف يساعدها ازاي. وبتعدي شهور وبنشوف ان ازمير دخلت في حالة اكتئاب شديدة وما بقتش تتحرك من على السرير خالص. وحاول عمر يتواصل معاها اكتر من مرة لكنها ما كانتش بترد عليه. وفي يوم بتتجمع مع عيلتها وبيعرضوا عليها ان هي تسافر امريكا وتكمل تعليمها، لكنها بترفض لان هي عايزة تفضل في تركيا لان دي الحاجة الوحيدة اللي بتفكرها بابوها وامها. فواحد من قرايبها بيقول لها ان القوات المسلحة التركية عاملة منحة لجامعة اسطنبول، وبيطلب منها ان هي تقدم في المنحة دي لان ابوها كان نفسه ان هي تكمل تعليمها وتكون متفوقة. وبعد فترة بتوصل للجامعة وبتتفاجئ بوجود ميرفا هناك، فبتسألها هي ازاي هنا، فبتقول لها ان هي وكوراي ودورك اتقابلوا في المنحة. فازمير بتطلب منها ان هي ما تقولش لعمر ان هي هنا. وبعدها بتدخل ازمير لاوضتها في السكن وبتلاقي ان عمر بعت لها رسائل كتير لكنها بتقرر ما تردش عليه. وبعدها بتروح تقعد في الكافيتيريا لوحدها، وهناك بتتعرف على بنت اسمها بوسة وبيقعدوا يتكلموا سوا عن العلاقات العاطفية. وبتسألها بوسة لو هي مرتبطة ولا لا، فبتقول لها ازمير ان هي كانت مرتبطة ولكنها انفصلت. فبتسألها هنا بوسة عن السبب، فبتقول لها ازمير ان كل حاجة اتغيرت بعد وفاة امها وابوها وما بقتش نفس الانسانة اللي عمر حبها، وخايفة ان هي تظلمه معاها. ده غير ان هو عايش في دولة تانية وصعب جدا ان علاقتهم تنجح. ولما بتطلع ازمير لاوضتها بتفضل تفكر في عمر وبتستوعب ان هي مش هتقدر تبعد عنه، فبتبعت له رسالة وبتقول له ان هو وحشها جدا. فبيرد عليها عمر في نفس الثانية وبيقول لها ان هي كمان وحشته. وفي اليوم اللي بعده الجامعة عاملة حفلة لطلبة سنة اولى، وبتروح ازمير تقف مع كوراي وشلته، وبيجي شخص اسمه بيرك بيقف معاهم وبيفتح كلام مع ازمير لانه معجب بيها. ومن سوء الحظ ان عمر بيتصل عليها في الوقت ده وبيسمع صوت بيرك جنبها، فبيغير عليها جدا وبينهي المكالمة. وبتلاحظ ازمير ان بوسة شكلها تعبان جدا، فبتسألها لو هي كويسة، فبتقول لها ان هي عندها مغص في بطنها. فبتسندها ازمير علشان تروح الحمام، لكن فجأة بوسة بتنزف وبيغمى عليها. فبسرعة بتنقلها ازمير للمستشفى، وبتعرف من الدكتور ان بوسة جالها نزيف نتيجة عملية الايجاد اللي هي عملتها مؤخرا. وبتكون بوسة منهارة من العياط ومكسوفة جدا من نفسها لانها ما كانتش عايزة حد يعرف الموضوع ده. فبتقعد ازمير جنبها وبتواسيها. وتاني يوم بتعرف ازمير ان الجامعة عاملة منحة لفرنسا، فبتقرر ان هي تقدم على المنحة دي علشان تكون مع عمر. وبعدها بيتصل عمر على ازمير وبيسألها هي عملت ايه النهاردة، فبتقوله ان هي كانت في الكافيتيريا مع بيرك. فبيتعصب عليها عمر وبيطلب منها ان هي ما تتعاملش مع الولد ده تاني لانه عارف من كوراي ان هو معجب بيها. وبالليل بيتصل عمر على ازمير وهو منهار وبيقول لها ان هو قرر يقول لها على السر اللي كان مخبيه عليها. وبيصدمها عمر وبيقول لها ان هو قتل شخص قبل كده، وبيقول لها ان هي بنت بريئة جدا ونقية وما تستحقش ان هي ترتبط بشخص زيه. وبيقول لها كمان ان هو حبها لدرجة عمرها ما تتخيلها لان هو كان وحيد جدا قبل ما يتعرف عليها، لكن القدر مش عايزهم يكونوا سوا. وبينهي المكالمة. فبتنهار هنا ازمير من العياط وبتحاول تتصل عليه لكنه بيقفل موبايله. فبتخاف ازمير ان هو يكون عمل في نفسه حاجة، فبتحجز اول طيارة لفرنسا وبتسافر علشان تطمن عليه. واول ما عمر بيشوفها قدامه بيكونش مصدق نفسه من الفرحة وبيحضنها، لكنها بتزقه وبتفضل تضرب فيه وبتقوله ان هي كانت هتموت من القلق عليه وخافت يكون عمل في نفسه حاجة. فعمر بيفضل يعتذر لها كتير وبياخدها في حضنه لحد ما بيهديها. وبيحكي لها عمر ان ابوه كان دايما بيضرب امه وكان هو دايما اللي بيدافع عنها، وفي يوم من الايام ما قدرش يتحمل يشوف امه وهي بتتضرب، فركب عربيته وراح لحفلة وفضل يشرب كتير. وهناك شاف حبيبته وهي بتتخانق مع شاب بيتحرش بيها، فعمر فقد اعصابه وزق الشاب ده في حمام السباحة. ولان الشاب ده كان سكران جدا ما قدرش ان هو يخرج نفسه من حمام السباحة ومات. وطبعا مستقبل عمر كان هيتدمر وهيدخل السجن. فبيقرر ابوه ان هو يبعته يعيش في فرنسا. وكمان عمر غير اسمه من ايجا لعمر علشان الشرطة لو عرفوا هويته الحقيقة هيقبضوا عليه. وبتكون ازمير زعلانة جدا ان هو عاش التجربة المؤلمة دي، فبتاخده وبيقفوا في البلكونة علشان يتفرجوا سوا على منظر المطر. وفي اللحظة دي بيقربوا هما الاتنين من بعض لأول مرة. وبعدها بيديها عمر هدوم من عنده لان هي ما جابتش اي هدوم معاها. وبتكون ازمير ساعتها مكسوفة تغير قدامه، فعمر بيديها ظهره علشان تغير. وبتفضل ازمير تتأمل فيه وهو نايم جنبها، وبتكون سعيدة جدا ان هما اخيرا سوا. وفي اليوم اللي بعده عمر بياخد ازمير جولة في مدينة باريس وبيفرجها على برج ايفل وكل المعالم السياحية المشهورة في المدينة. وكمان بيرسموا هما الاتنين نفس شكل
تاتو على ايديهم وبيقضوا وقت جميل سوا، وبالليل بيروحوا يسهروا سوا في كافيه، وبتفضل ازمير تشرب لحد ما بتسكر على الاخر، وبيفضل عمر يتأمل فيها وهي سكرانة لان هي بتكون لطيفة وبتشغل اغنية بصوت عالي على موبايلها وبتقوم ترقص مع عمر، وبيكونوا مندمجين جدا مع بعض لدرجة ان هما بيحسوا ان هما لوحدهم في المكان ومش بيعملوا حساب لاي حد حواليهم. وبعد ايام بيروح عمر يوصل ازمير للمطار علشان ترجع تركيا، وبيطلب منها ما تعيطش لانه ما بيحبش يشوفها زعلانة، وبيوعدها ان هما هيتجمعوا تاني قريب. وفي اليوم اللي بعده بتوصل ازمير قدام الجامعة، وفجأة بتظهر عربية وبتدوس على رجليها، فبسرعة زمايلها بيشيلوها للمستشفى. وفي الوقت ده بيتصل عمر على ازمير، فزميلها بيرد على التليفون وبيقول له على اللي حصل. وبعدها عمر بيكلم ازمير وبيقول لها ان سواق العيلة هيكون مستنيها قدام المستشفى علشان ياخدها لبيت عيلته، وان هما هيهتموا بيها لحد ما تخف. فبتقول له ازمير ان مفيش داعي ان هي تعيش مع اسرته علشان ما تضايقهمش، ولكن عمر بيكون مصمم ان هي ما تكونش لوحدها، وبيقول لها ان هو شرح الموقف لعيلته وعارفين ان هي هتعيش معاهم. ولما بتوصل ازمير لبيت عيلة عمر بتتعرف على امه واخوه علي ومراته وبنتهم الصغيرة لينا. وبعدها والدة عمر بتاخد ازمير لأوضة عمر وبتقول لها ان محدش دخل الأوضة دي من ساعة ما عمر سافر، وبتعزيها في موت اسرتها. فبتقول لها ازمير ان هي خايفة ترجع بيت اسرتها من ساعة اللي حصل لهم، لانها مش هتقدر تتحمل فكرة ان هي تدخل البيت وما تلاقوهمش موجودين. وبتفضل ازمير تتفرج على صور عمر وهو صغير، وبتتصدم لما بتلاقي صورة ليه مع بوسة، وبيتضح هنا ان بوسة تبقى هي حبيبته القديمة. وفي اليوم اللي بعده بتصحى ازمير من النوم وبتلاقي عمر قدامها، فبتفرح جدا ان هو جاي علشان يطمن عليها، لكن والد عمر بيفضل يزعق له لان وجوده في تركيا خطر عليه. فبيقول له عمر ان هم وحشوه جدا وكان نفسه يشوفهم، فابوه بيقول له ان هو كمان وحشهم لكن ما ينفعش يجازف بمستقبله. فعمر بيطمنه ان هو هياخد حذره وهيبعد عن الشرطة. وبعدها بياخد ازمير لبيت اسرتها لان هي لازم تواجه كل مخاوفها. واول ما بتدخل ازمير للبيت بتنهار من العياط وبتفتكر كل ذكرياتها مع ابوها وامها وبتكون مفتقداهم جدا. وبعد كام يوم بيرجع عمر لفرنسا، وبتقرر ازمير ان هي تراقب بوسة علشان تعرف حكايتها ايه بالظبط. وبتتفاجئ لما بتشوف بوسة واقفة مع علي اخو عمر وبيكون شكله بيهددها بحاجة. ولما بترجع ازمير للسكن بتتصل على عمر وبتواجهه بحقيقته ان بوسة كانت حبيبته القديمة، وبتكون حاسة ان بوسة اتصاحبت عليه علشان توقع ما بينها وما بين عمر. فعمر بيتضايق جدا لان هي كانت عارفة الموضوع ده من بدري وما صرحتهوش بالحقيقة. فازمير بتطلب منه يبطل يرمي اللوم عليها في كل حاجة، وبتقوله ان هي من ساعة ما عرفت الموضوع ده وهي مش عارفة تنام، وبتفكر في بوسة طول الوقت لان هي السبب في كل حاجة وحشة حصلت له. ومرة واحدة ازمير ضغطها بيوطى وبيغمى عليها، فاصحابها بينقلوها على المستشفى. وبعد كام يوم بترجع ازمير للسكن وبتتصل على عمر وبتفضل تتخانق معاه لان هو ما سألش عليها ولا مرة وهي محجوزة في المستشفى. فبيقول لها عمر ان هو كان بيطمن عليها من قراي. فازمير بتقوله ان هي كانت محتاجة تسمع صوته في الفترة دي. فعمر بيزعل جدا من كلامها وبيقول لها ان هما لازم ينفصلوا عن بعض، وبينهي معاها المكالمة. وبتعدي الايام وبنشوف ان هما الاتنين دخلوا في حالة اكتئاب شديدة بعد انفصالهم. وفي يوم بنشوف ازمير واصحابها وهما بيصوروا علي وبوسة وهما واقفين سوا مع بعض، وبنعرف ساعتها ان بوسة ارتبطت بعلي بعد ما انفصلت عن عمر ودخلت معاه علاقة وحملت منه، وعلشان كده كان بيذلها بالموضوع ده. وبنرجع فلاش باك لليلة الحفلة، ولما علي عرف ان بوسة موجودة هي كمان في الحفلة اتحرك على هناك. وهناك علي شاف اخوه وهو بيزق الشاب في حمام السباحة، فعلي راح عند حمام السباحة وفضل يغرق في الشاب لحد ما مات، وده لان هو بيغير من اخوه عمر وعاوز يلفق له اي تهمة علشان يبعد عن حياته. وكانت بوسة شايفة كل اللي علي عمله وما قالتش لحد. وبنرجع لوقتنا الحاضر مع بوسة وهي بتقول لعلي على كل الكلام ده، وبتسأله هو عمل كده ليه. فبيقول لها علي لان هو بيحبها وكان غيران من اخوه لانه خطفها منه. وفي اللحظة دي الشرطة بتوصل وبيقبضوا على علي بتهمة القتل. وبيظهر هنا ان بوسة وازمير هما اللي عملوا الكمين ده لعلي علشان الحقيقة تظهر ويتقبض عليه. وبعدها بتتصل ازمير على عمر وبتقوله ان اخوه هو السبب في قتل الشاب اللي كان في الحفلة، وبتحكي له على كل حاجة بالتفصيل. وطبعا هنا عمر بيكون مصدوم وبينهي المكالمة. وبالليل بيتصل عمر على ازمير وبيعترف لها ان هو لسه بيحبها ومش قادر يبطل تفكير فيها من ساعة انفصالهم. وبيقول لها انه مش هيقدر يرجع تركيا لان تركيا بتفكره باللي اخوه عمله فيه، وبيعرض عليها ان هي تيجي تعيش معاه في فرنسا. وفي اليوم اللي بعده بتوصل ازمير لمطار فرنسا، واول لما بتشوف عمر بتجري عليه وبتحضنه وبتقرر ان هي تكمل باقي حياتها معاه. وبيخلص الفيلم على كده. فلو عجبك ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة، واشوفكم في ملخص جديد. سلام.